فكان مسجد بفضل الله أيضا حولناه وطورناه أكثر وصار له تأثيره. وفتحنا بعدها في ذكرى سيد قطب رحمه الله في 22/8/1992 المدرسة العسكرية، وتخرج 68 ضابطا، تدريب كل يوم 12 ساعة، وقيام الليل، حفظ أحاديث، دراسة كتاب العمدة لعبد القادر عبد العزيز فك الله أسره، والتربية ممتازة. بعدها نحولهم إلى مدرسة سياسية، مدرسة شرعية، 3 أشهر في مدرسة ماوردي يدرس الأمور السياسية، و3 أشهر في مدرسة الإمام النووي يدرس الأمور الشرعية، بحيث بعدها يتخرج الكادر الذي يقود الكتيبة وهو يعرف شيء من العلم الشرعي، يعرف شيء من العلوم السياسية، ويعرف العلوم العسكرية، تدرب على أكثر من 15 سلاح. هذا الإعداد ما الغاية منه وقد أصبحت منطقة كردستان شبه محمية وبعيدة عن النفوذ المباشر لنظام بغداد؟ لمن تعدون هذه القوة؟ لا، نحن أولا فصيل كردي. يعني أنت لو تنظر إلى حالة كردستان هي كحالة فلسطين وأريتريا، وليس أريتريا اليوم، أريتريا السابق، كحالة فلسطين وكشمير وأوغادين وغيرها. هناك فصائل علمانية وإسلامية، هناك الاشتراكيون والليبراليون والمتدينون، هذا موجود في كل شعب. أنت تشوف في إسرائيل هناك الليكود وهناك العمل وهناك شاس، وتجد في الهند هذه بهاراتيا جناتيا، وهذا حزب آخر اشتراكي وحزب شيوعي، وهذا حزب آخر مثلا. تجد في تايلاند هذا حزب بودي، وهذا حزب قومي اشتراكي، وهذا حزب قومي ليبرالي. في الأكراد نفس الشيء، هناك الاشتراكية يقودها جماعة الطالباني، وهناك الليبرالية الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، وهناك الأحزاب الدينية. ونحن الحركة الإسلامية كان الواجهة الدينية الوحيدة قبل ظهور الخطوط الأخرى، يعني الجماعات الأخرى الإسلامية. فالحركة الإسلامية بالأصل فصيل من فصائل الحركة التحررية الكردية، تحمل ما يحمله الاشتراكي وما يحمله الليبرالي من استرداد حقوق الأكراد قبل تشكيل الدول الثلاث التي حولنا أو الأربعة التي حولنا، بلعوا حقوقنا وألحقونا بهم ظلما وعدوانا. فبالنسبة لهذا الشيء، أولا الكردي الإسلامي والكردي القومي والكردي الليبرالي أو اليساري الكل يسعى لاسترداد هذه الحقوق. إذا ألحقنا جبرا بالعراقيين فعلى الأقل نعرف لمن نعطي ولاءنا. إذا نعطي ولاءنا للعراق ككيان، وأين حقوقنا مقابلها؟ وإذا نصبح جنودا نموت ونقتل في جبهات حروب شفهية لهذا الحاكم الطاغوتي أو ذاك، فعلى الأقل أين حقوقنا في بلادنا في ديارنا؟ فعلى أي حال الإسلاميون والعلمانيين كانوا في نفس الخندق. لكن لما انسحب الجيش العراقي والمواجهة ليس بيننا وبين الجيش العراقي، بالتأكيد سيتقاتل هؤلاء الناس مثل ما قلت على الساحة والمزاح. فبعدها كان المفروض أن نقوي عضلاتنا خوفا من جماعة الطالباني لكي لا يبلعونا، لأن كل الحروب في الأكراد، كل المعارك الداخلية حزب الطالباني مع طرف. حتى قيل في كردستان ويقال إذا صارت معركة معينة في كردستان داخلية يقولون جماعة الطالباني ضد من؟ يعني الثابت فيه جماعة الطالباني، ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضد الحزب الشيوعي، ضد الإسلاميين، ضد البكك حزب العمال، ضد الديمقراطي الإيراني، وضد كل الأحزاب. فبالنسبة لنا كان ضروري أيضا أن نقوي في الفترة التي هم كانوا منشغلين بسرقة خيرات كردستان وبيعها إلى تركيا وإيران، فكان شبابنا يتدرب. فنحن فتحنا المدرسة العسكرية قبل ما يفتحوا هم كليات عسكرية، وأنشأنا التلفزيون قبل ما هم ينشئوا أجهزته. فصار عندنا أجهزة، وعندنا طبعا قوة كبيرة، وأيضا لجان الفتوى ولجان العلماء الناس يتحاكمون إليهم بدل من التحاكم إلى الطاغوت إلى قانون الجاهلي. لكن هذا لم يطل، لأنه منطقة كردستان لم تكن خلوا من التأثيرات الخارجية الإقليمية والدولية. نعم بالتأكيد. وأنتم في نهاية المطاف دفعتم الثمن. نعم، لكن هي أولا الصراع العلماني الإسلامي، ونحن في نشأتنا الأولى، يعني في فترتنا الأولى كنا نزاحم الوجود العلماني القوي
صاحب التاريخ، وانت لا تنسى أنه قبل 103 سنوات ظهرت أول جماعة علمانية كردي، 103 سنوات. وأيضا الذين وجهوا ثوار الثورة على السلطان عبد الحميد رحمه الله عام 1908 كان عبد الله جودد، والدكتور عبد الله جودد من فرنسا كان يصدر مجلة تنوير الأفكار وهو كردي علماني وأبو العلمانية مع نامق كمال، والمنفذون بعدها محمود شوكت، عربي، إبراهيم تمو، ألباني، هؤلاء هم أهل التنظير. فالعلمانية في بلادنا قديمة جدا وقوية جدا، جذورها ضاربة وأيضا كوادرها. ولذلك الآن الجيل الكردي الحالي 70% منها معادي للإسلام كشعب وليس كسلطة. فنحن حملنا أيضا ثقيل. كان يومها كان علينا أن نوفر السلاح حتى لا تأتينا الغربة التي الآن علينا، فعلى الأقل أخرناها 10 سنوات. من 92 عندما هم كتبوا أن 16 وهابي صعد على قمة الهرم في الحركة الإسلامية، إلى عام 2002 بحيث ظهر الأنصار الإسلام، وأول جماعة تستطيع أن تقر زمانا ومكانا كيفية الهجوم على الطالبان وعلى جماعة الطالبان. فكان صراع يعني.